الأستاذ جمال جبر المدير الإعلامي للنادي الأهلي نزل على صفحته الرسمية التأشيرة بتاعة الكابتن محمود الخطيب، وبعد كده البوست اتمسح أو اتحذف. ناس من عالم الموازي جم قالوا إيه؟ إن التأشيرة دي مزورة، إن التأشيرة دي غلط. غلط ليه؟ إزاي غلط؟ تأشيرة الأستاذ جمال جبر منزلها وبتاعة الكابتن محمود الخطيب مكتوب فيها الاسم ورقم الباسبور ورقم الفيزا والطيارة، مزورة؟ مش عارف ازاي، انا مش عارف ازاي. بس ده بيثبت شيء، ان انت بتخاطب عالم مش موجودة معاك في العالم ده. انت بتخاطب عالم مش موجودة في الكوكب بتاعنا دوت. ليه؟ عشان هم واخدين على كده، هم عالم مدلسين واخدين على كده. اي شيء انت بتعمله هم بيشككوا فيه عشان هم مش عندهم. ركز معايا، ركز معايا عزيزي الاهلاوي، عشان انت بتخاطب ناس كل شيء انت هتعمله هم هيقول لك لا ده غلط، هيشكوا فيه. لا انت اكيد اللي بتعمله دوت اكيد في حاجه غلط. ليه؟ عشان هو مش عندهم، مش شايفينه. تمام. جه بعد كده البوست اتحذف واتمسح، قال لك دي مزوره. طيب استاذ جمال جبر راح منزل توضيح على الفيسبوك وقال لك للتوضيح والتاكيد قام فيسبوك بحذف البوست باعتباره يحتوي على معلومات غير مسموح بتداولها. مع ذلك المهم ان الرساله وصلت، ومكتوب تحتها طبعا ان المنشور اتمسح من خلال الفيسبوك. لقد قمنا بازاله منشور من صفحتك. اسباب حدوث هذا ربما يحتوي المنشور على معلومات خاصه من الممكن ان تؤدي الى سرقه الهويه، او قد تعرض شخصا ما لضرر بدني او مالي. ده الفيسبوك، وده البوست اللي نزله الاستاذ جمال جبر بيثبت بيه ان التأشيرة سليمة. نطلع من ديت وفي حاجة تانية اهم، وبتثبت بيها ان الكابتن محمود الخطيب كان مسافر مع المجموعة اللي كانت مسافرة من مصر لدبي، ومن دبي لأمريكا، ومن ضمنهم الكابتن محمود الخطيب. وده في القايمة ديت والاسم التاني، يعني الكابتن محمود الخطيب كان مسافر على نفس الطياره ومع من ضمن المجموعه، وكان مسافر امريكا. انا نفسي تشغل دماغك بشويه، يعني انا نفسي تشغل دماغك شويه.